وصفة النهاردة بقى خطيرة بجد، هتعجبكم جدا، وهي الكرنب. طبعا الراعي الرسمي للشتاء، وبيدفي وكمان بيدي طاقة كده في السقعة، جميل جدا وطبعا مليان بالفوائد. وهقول لكم برضو في فيديو الفوائد الكرنب. هنعملها النهاردة من الألف للياء. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هجهز عندي الحلة اللي انا هسلق فيها الكرنب. بحط معلقة من الكمون الحصى، وطبعا ببقى غسلاه الاول وبسيبها على النار تجهز او تغلي، على بال ما بجيب الكرنبة واقطعها. طبعا بشيل الراس بتاعتها كده من فوق، وبشيل الورق الزيادة اللي هو بيبقى سميك ده، التخين شوية ده. هناخد منه برضو نحطه في قعر الحلة وعلى وش الحلة. بعد كده بقى ببتدي اقطع عندي الكرنبة بطريقة سهلة وبسيطة خالص، بدل ما كنا بنقطع كل ورقة بورقتها ونسلقها، لا النهاردة هنقطعها بطريقة سهلة خالص. زي ما انتوا شايفين عملت حوالي خطوط بالطول وبالعرض كده، لغاية ما عملت معايا مربعات. وطبعا الفيديو شارح كل حاجة. بناخد خطوط كده على قد الورق اللي احنا او المقاس اللي احنا بنستخدمه. ببتدي اقطع كده بالشكل ده، طالع زي ما انتوا شايفينه جميل جدا، وواخد شكل يا اما مربع يا اما مستطيل. وطبعا واحنا بنحشي لو حسيت عندي ان الورقة هتكون كبيرة شوية، ممكن نقسمها على 2. عايزة اقول لكم ان هي سهلت عليا كتير جدا. كان الاول بنجيب كل ورقة ونسلقها لوحدها وبعدين نقطعها، وكنا بناخد وقت كتير جدا. دلوقتي مش بتاخد وقت خالص، مجرد بقى انتي بتحطيها في الحلة تتسلق بقى، هتنزلي بيها تتسلق كده زي ما هي، ومش بلخبط الورق، يعني زي ما هي القطعة كده بنزلها في مية السلق. يدوبك حوالي تغلي بس دقيقة واحدة، مش عايزاها تغلي كتير علشان ما تتهراش عندي الكرنب، لان الكرنب من الاوراق اللي هي بتبقى طرية، ما نغليهاش كتير. هي دقيقة واحدة وبطلعها على طول بالشكل ده. وطبعا اهمية الكمون طبعا ليه فوائد كتيرة برضو بنحطها في مية السلق، لان ليه فوائده كتيرة هقولكوا عليها برضو في فيديو تاني. ده الورق اللي انا بقولكوا عليه، بنبتدي ناخده اللي هو بيبقى سميك شوية، برضو بغسله الاول وبعد كده بنزل فيه بمية السلق برضو دقيقة وبطلعه، وهنستخدمه بنحطه في كأساس في القعر بتاع الحلة، عشان طبعا لما تيجي تستوي ما تتحرقش مني، يبقى الورقة بس هي تبقى تحمي المحشي. بعد كده بجهز بقى الخلطة الخطيرة اللي بتبقى جميلة جدا في المحشي. حوالي 3 معالق من الزيت، بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، وكمان بنزل بحوالي 3 معالق من الصلصة، او الصلصة اللي احنا كنا مفرزينها قبل كده، حطيت منها كيس. وبعد كده حوالي 5 طماطمات متقطعين، مكعب مرقة خضار. وبعد كده برضو بنزل بقى بملح وفلفل، بابريكا وتوم باودر، بصل باودر، كمون. ممكن لو عندك بهارات لحمة ممكن تحطي، بتبقى حلوة برضو. بهارات محشي بيبقى فيه بهارات مخصوصة للمحشي. حطيت كمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس وقلبتها، مش بتتسبك كتير، يا دوبك 10 دقايق كده بس وخلاص. بتبتدي بقى تحطيها على الرز. كان عندي 3 كوبايات ونص من الرز، طبعا مغسول ومنقوع لمدة ساعة او ساعتين. حطيت كمان حزمة او ربطة من الشبت والبقدونس. حطيت شوية من الزيت كمان بتديله لمعة حلوة. بعد كده بقى ببتدي عندي هنا برضو حطيت شوية طماطم متقطعة، يعني انا حبيت احط طماطم النية بتبقى تدي طعم حلو في المحشي. حطيت الحلة بقى وحطيت الورق السميك اللي انا قلتلكوا عليه، بحطه في قعر الحلة. وبعدين ببتدي احشي بقى. عندنا شايفين الورق طالع تحفة جدا، وكل ورقة كده مقاسها مظبوط. ولما بحس ان في ورقة كبيرة شوية ممكن نقطعها على 2.
طالع تحفة وسهل خالص، مش بياخد بقى مننا وقت زي زمان كنا بنقعد نسلق كل واحدة ونقطع كل واحدة. خد شوية وقت معايا خالص وجهزت. انا حبيت بس اوريكم اغلب الورق اللي اتقطع، وببتدي بقى ارصه في الحلة وبكمل بقية رص الحلة. وبعدين بجهز عندي بقى التشريبة بتاعة المحشي. طبعا لو عندك شوربة ممكن نحط شوربة، بس انا عاملاه هنا صيامي فعاملاه مرقة خضار، وحطيت معلقة من الصلصة، وكمان حطيت المية 3 كوبايات ونص من المية وحطيتهم يغلوا، وبعد كده بحطهم بقى بسقي بيهم المحشي. هحط بقى عندي بعد كده ورقة تاني على الوش، وبعدين بغطي الحلة وبسيب المحشي اول 10 دقايق او اول ربع ساعة النار عالية لغاية ما تشرب مني المية خالص. بعد كده بحط شياطة وبسيبها تستوي نص ساعة كمان، يعني ربع ونص. طبعا عشان الحلة عندي مليانة، لو حلة اصغر ممكن تاخد وقت اقل. وبكده عندي احلى بقى محشي. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.